ثورة 25 يناير يقدر الشعب بالمخاطر العمليات و14 ثورة الجميع بالعمل لا لسه المفروض أن نوظف توضح المخالفات أخيرات نظام الجهة العام تضخم الثروة والعجز عن الإنسان عن إثبات مصدرنا. أنا مش عارف أنزل كم درجة أكل من حرام أن يثبت المستقبل ابتلاء بناء على حالة مآلتها إذا هي القضية للتضخم حتى من تحكم البراءة. ليه؟ لأن اختار من قضى في شأن هذه الحالة بأنها تخالف الدستور. مفيش واحد يقول له تعالى انت عندك فلوس ولا عندك كذا ولا عندك كذا يستنتج انك مش حرام. وعلى لماذا النتيجة هي أن هذا المال أي هذا عند العلم تمييز عشان ينصف الفراغ لأنه يتمتع بقليل الفراغ. لكن تكاليف عند الدليل على أنه أطلع على هذا المال من مصدر غير مسؤول وتصبح حتى هذا هو لا من أجل هذا فإن النص في المادة الثانية على أن الحالات وقضت محكمة النص بأحكام عديدة قدمتها للغرفة إذا فنحن بالأصل في صدد ذهبي في صدد فعلي غير مؤثر. أحكام اللحظة دي الأكثر أحكام اللحظة بشكل ثابت الوجود أن يكون على تحرير قرارات المنزلية وعلى أن يوفق بكل إقرار من القرارات كل زيادة في أموالهم ومصدر هذه الزيادة يرد من أجل قضى في الكحل تصحح الإقرار على ضوء الإقرارات السابقة وتقرر إن كان هناك شبهة للفتح أم أنه لا يوجد.
قرارات وجميع هذه المحاضر بتاعت الكلام كلها وإلى استثناء لا توجد سبب في بين الكلام ده بقى عشان يجي جرجر اليوم. ايه فايدة ان القانون قانون الكسب ينص على ان هيئة قضائية كان زمان اسمها لجنة البحث، قانون 1975 سماها هيئة البحث والتحقيق، هيئة قضائية مستشارين كبار تتطرق فرق النقد ولا الانتهاك ولا حاجة بالدرجة الوظيفية. ايه الجدوى دي بقى؟ لازمتها ايه؟ ان قضاء يبحثون ويطلعون ويدرسون ويحققون ويبحثون وينتهون الى انهم ذلكون. يبقى صرت كمن حصل لصالحه حكم بالبراءة. حكم بالبراءة تيجي تكرر من ولا يقبله ضمير والعمل ربنا ازاي في كلام لجنة قضائية او هيئة قضائية وبحثت وكتبت لا توجد شبهة. وعندما